السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد النهاردة. الفيديو بتاعنا اوعى تلعب بالنار إلا النار. إزاي بنصنع عود الكبريت أو علب الكبريت، إزاي بنطلع أول شعلة، وإزاي بنولع بيها في البوتاجاز. أول حاجة طبعا بنلموا الخشب، بيبقى خشب معين طبعا. في مصانع بتشتغل بنوعين من الخشب. في خشب اسمه خشب الحور وخشب الإسبني، لا اما خشب الحور لا اما خشب الاسبني. بياخدوا كده طبعا حضراتكم شايفين، يبدا الخشب هو هنا كده لسه بيحمل السكينه بتاعته. انا جايب من مصنعين، مصنع يدوي ومصنع الكتروني، والاتنين مدخلهم على بعض عشان نشوفوا الفرق ما بين الاتنين. في الاول بالذات يبدا يطلع الجذوع بتاعت الخشب اللي هو الزياده بتاع من بره والكلام ده، لغايه ما يبقى رقيق، خشب رقيق عامل زي الابلكاش وارفع من الابلكاش، ويدخلوا كده على هيئة لكنها صحف بتتلم كده مرة واتنين. بعد كده يبدأ يدخله في مكن بمقاس معين، تلاقيه بيطلع العود بتاع الكبريت اوتوماتيك. هتشوفوا زي ما انتم شايفين كده، في المكن الآلي بيطلع أكتر من 1,000,000 عود في الساعة، أكتر من 1,000,000 عود في الساعة زي ما انتم شايفين كده. تك 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 اهي، مكنة رش ما تحس كده رز نازل. هو بيبقى اللي انت شفتوها في الاول اللي هي عامله زي الورقه ده كده، رش على طول، بياخد مقاس معين اكتر من 1,000,000 عود في الساعه. ده ما شايفين كل ده كده عدان كبريت، لسه عود خشب بس، لا اكتر ولا اقل، عود خشب بس زي ما شايفين، زي الرطش. مكن بيطلع ما لا يقرب من 1,000,000 عود في الساعه. يعني طبعا اللي اخترع الكبريت دوت الامريكي فيليب سنة 1836. الامريكي فيليب سنة 1836. هنا بيبدأوا بقى يلموا كلام من دوت عشان نحط له المادة بتاعه. ده ماشي السير زي ما انتم شايفين كده، دي المادة بتاعته. طب ايه مادة الكبريت دي؟ يعني اللي هي دايما حمرا دي، قابلة للاشتعال لغاية ولعت العود بس. هل هي قابلة للاشتعال اكتر من كده؟ لا، هي معمولة خصيصا اللي انت تولع منها فقط لا غير. طبعا بتخش في الخزانات هنا وتنزل تمشي على سير. العيدان دي بتترص زي ما انتم شايفين كده في زي فلوحة كبيرة ممسوكة من الطرف، يخش يغوص ويطلع بس، وبعدين كده تتهوى براحتها. مصنوعة من ايه؟ من تالي كبريتات الفوسفور، من تالي كبريتات الفوسفور وبعض المواد الغير السامة ضارة، طبعا مواد ضارة غير سامة. وفي برضو أنواع أخرى بتتصنع من الكلورات البوتاسيوم، ومضاف عليها مادة الجيلاتين المسحوق، مادة الجيلاتين المسحوق. زي ما شايفين كده العود يا دوبك ينزل يتغمز غمزة ويطلع. مادة مش شديدة الاشتعال، مادة أكثر الكبير بتاعها اللي هي تنور وتطفي تلقائيا بس، ويمشي زي ما انتم ماشيين كده، زي ما انتم شايفين كده في السير. هنا ده اليدوي اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو، بياخدها كده كميه ويغمز كده زي ما بيعمل ويطلع ويركن. هنا كده بيسويها زي ما انتم شايفين كده. ده بقى مكن الكتروني اللي بتصنع منه بقى الشطاطات بتاعته والعلبة عشان تطلع جاهزة اللي هتخش زي الدود. ده كده بقى المصنع اليدوي اللي انا قلت لكم عليه. تخش تاخد زي ما بتاخد كده زي ما شايفين، تاخد ايه الورقة كاملة تقطعها لأجزاء وتنزل مطبوع عليها طبعا كبريت او نوع بقى الكبريت حسب ما هيبقى ايه اسمه ولا الكلام من دوت. بس هو المعتاد الاصفر عندنا هنا في مصر مثلا، الاصفر ده اللي مشهور قوي اهوت. زي ما حضراتكم شايفين كده بتبدأ خلاص انقطعت، سواء في المصنع الآلي أو المصنع اليدوي. ده يعتبر يدوي مش آلي زي التاني. دي المادة اللي بيتحط فيها اللي هي الحمرا الشطاطة من بره، اللي هي الاحتكاك العود معاها، هي من نفس المادة. الاتنين الاحتكاك بتاعها يؤدي إلى إيه اشتعالها. تبدأ ترص اهي بعد ما بقت عاملة زي الدرج خلاص. ده برضه المكن خلاص اهي داخلة كده خلاص. زي ما بقولك ايه، هتتكبس وتبقى ايه درج
ده المصنع اليدوي برضو اللي انا كنت قلتلكوا عليه، هي نفس الفكرة برضو كلها، بيقطعها. دي اللي هتبقى الدرج هتبقى ملفوفة ويخش فيها الدرج، هتخش على مكنة تكبسها وتضغطها وتطلعها زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. طبعا العواد فيها بقى في شركات بتختلف، في شركات بتحط من 25 ل35 عود، من 25 عود ل35 عود، كل شركة حسب ما شغلها أو إنتاجها أو سعرها اللي بتنزله في السوق. أنت كده عاملها ماسكها زي ورق كوتشينة، تنزل تخش تتضغط تطلع على طول تخش فيها الدرج بتاعها اللي بتحط فيه الكبريت أهو زي ما انتم شايفين، يا دوبك تتضغط وتلحم والكلام من ده، وعلى كده شكرا اهو. مكان شغل ده اللي مش الالكتروني، ده يعتبر يدوي بس يدوي على نظافة يعني. دي ترص كمية العيدان، طبعا بتبقى مميزة، لها كمية معروفة من 25 ل35 عود، بعد كده تتقفل. وبعد ما تتقفل خلاص، ده اللي موجود عندنا في مصر عامة اللي هو أبو 3 نجم ده، وتتقفل وتتعمل وتتظبط وتتشحن وتخش في كراتين وباكيتات. زي ما انتوا عارفين بقى تترص بقى زي ما بترص في الكراتين بقى، ميات خمسينات، وتطلع للمستهلك. ودي بصراحة يعني صناعة حلوة، يعني أنا كنت مفكرها أصعب من كده، لا هي سهلة وجميلة كده ولذيذة بس. وبتاخد بقى الأرقام يمين وشمال، اللي جت الشمال دي طبعا فيها عيب بس، ولغاية ما هتوصل بقى للمستهلك. كل ده ما كان لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.